بدي أحكي لكم امبارح شو صار معي وكيف منعت زوجي وولادي يروحوا على حديقة الحيوانات. امبارح اجوا علي الاولاد بيحكوا لي يا ماما خلي بابا يودينا على حديقة الحيوانات. انا قلت لهم لا، ليش بدكم تروحوا على حديقة الحيوانات؟ هي شو فيها غير ريحة الحيوانات اللي لا بتحمموه ولا بحممهم ولا بنظفوهم، بروح الواحد منها مع عربه من كثر ما شم روائح. قالوا لا يا ماما بدنا نشوف القرود. قلت بدكم تشوفوا القرود اطلعوا حالكم بالمراي. عاد انا بمزح معهم، والله هم هون زعلوا وقالوا انت يا ماما دائما قاطعه نصيبنا، احنا بدنا نروح نحكي لبابا. طبعا راحوا حكوا لابوهم، قالوا له يا بابا ودينا على حديقة الحيوانات. الأبو طبعا إيش كالعادة لأنه هو مبعزق ومبذر وافق. أنا هون بلش العرق يتصبب، الضغط ارتفع، ضربات القلب صارت مليون، وقلت خلاص شكله اليوم رح يروح ويطير باقي الراتب وإحنا لساتنا بأول الشهر، وفوق هذا كمان الأولاد يطيروا أيدياتهم. أنا هون قالت لا، قلت لازم أشغل عقل أم نجيب، لديكم لا خوف عليكم. أم نجيب أم الحلول، يعني ما فيها لازم أمنع الروحة، لازم أمنعها. عملت حالي إني مبسوطة وبدي أروح، وأخذت بنتي الصغيرة اللي حكيت لكم هذه أم نجيب الثانية، هذه كحتوتة أمر مني، قلت خليني أخذها وأعمل أنا وياها خطة. سويت إننا بدنا نروح نلبس قان وأخذتها معي على الغرفة، فهمتها الخطة. قلت لها أنت بتروحي تتخبي تحت الكنبيات، طبعا إحنا الكنبيات عنا عاليات، قلت لها بتروحي تتخبي هم إخوانك يلبسوا أبوك تحت واحدة من الكنبيات عشان نعمل إنه أنت ضايعة. طبعا هم كملوا اللبس وأنا لبست قال عشان أضبط الخطة مزبوط يعني. بعد ما لبست حكيت هي وين سهاد؟ حكوا وينها كانت بتلبس؟ قلت لبست قبل 5 دقايق وطلعت من الباب بصراحة، كانت بدها تروح تشتري أغراض من الدكان. هون طلع الكل يدور عليها إنه الدكان قريب علينا، يعني لازم صارت رايحة وجاية. راحوا يدوروا وقعد ربع ساعة يدوروا بالحارة ما حد لقيها، وقال أنا عشان أضبط الدور قعدت أعيط ويا بنتي وين رحتي يا بنتي، وبنتي ضاعت وبنتي راحت. طبعا هي شاطرة مزبطة الدور وقاعدة تحت الكنباي ولا طلعت ولا حس ولا صوت. طبعا جوزي وستافي كله استنفر، أخذوا هالسيارات وقعدوا يلفوا وراها ودوروا ويدوروا. طبعا انا فوق بالدار حكيت لهم راح اظل انا بالدار وانتم روحوا كلكم، واللي بلاقيها يرن علي، واذا روحت على الدار انا برن عليكم. طبعا هم ما روحوا، يعني لفوا البلد كلهم هم يدوروا على البنت وين راحت، اختفت، لانه كل شوي برنوا علي رجعت، انا بعمل حالي بعيط واقول لا البنت ما رجعت. انا مسكر الباب بالمفتاح عشان ما حد يطلع علي فجأة. طبعا بطلع من تحت الكنباية بكيف انا وياها بناكل معمول العيد وبزر وهذا، هم بيدوروا كل ما بدقوا التلفون بس عشان يسألوا عنها بعمل حالي بعيط، كل 5 دقايق انا برن اذا لقيتوها ولا لا. المهم راح الوقت وليلت الدنيا وهم بدوروا عليها. آخر إشي لما أنا إيش هزنت عليهم قلت خلاص، يعني والله انشلوا وتعبوا وهم بلفوا بدوروا عليها، خلاص خليني أرن عليهم وأحكي لهم منها روحت. حكيت لهم يلا تعالوا، كاينة بتلعب مع صاحبيتها في موضوع حديقة الحيوانات اللي بدنا نروح عليها. طبعا أبوها أجا من الحارة بده يضربها، أنا فزعت شوي وسلافي شوي. المهم راح الوقت لا راها حديقة حيوانات ولا ما يحزنون، وهاي اليوم بدي أدلهم بأكلة محشي. كيف